الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، سنتكلم حول الوضع الجديد بعد معركة البدر، ولكن علينا أن نتذكر شيئا: كل ما سيحصل من الآن إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل حلقات السلسلة. أنتم تعلمون السلسلة يعني الحلقات متصلة ببعض، كل حلقة يهيئ للحلقة الأخرى، كل خطوة يهيئ لخطوة أخرى. ما سنقول اليوم كل مرحلة يكون بداية لمرحلة أخرى، بدايته لنفسه ونهايته بداية لمرحلة أخرى. هذا ما سنراه حينما نقرأ، نرى بأن الأحداث متسلسلة، يأتي كل واحد خلف الأخرى بشكل منظم. برایت عزیز شیخ میانه بخواینن پشت بدره چه بوهید ناب عربادا ایجا وی تشتش بیر وانکن گوا کوب خیر اونهاتن و گهداری که اروان در سهانه پشت 3 ماه 4 ماه 5 ماه گوا کما تشتکی گو اونه نبجن چه آواکینو چه بو نا اگر و گهداری کرده و نظام بن یک دو یکی هاتیه ایرو سراویه هاتیه ایرو نورماله یعنی تدی مال مروات تدی قاطع یکی طابقه یکی و دو قاط هنه یک دو سه گاوا تماشاکی شخصی که ایرول یکی بو سبه چو آد دویا چو آد سه چو آد چاره ترد دینی تنابه تتکده چو آد پینجا نورمالش کن دول آد چاره بو ایرو آتی آد پینجا لدم اکتقت ندید و تچعب اخوه تچوا چو آد پینجا عجب دمینی تشتی قانا می بخواین جانا بشونده ده حیات پیغمبر ده شر کچه بونه فتنه کچه بونه بلای کچه دبن فتح کچه دبن خیر و خوشی کچه دبن تفک یک بیک جهب را روح حاضر دکن یک بیک دریج یک دیرا بد که ابج آدنی را بیاج آدنی را وی وقت مرفت عجب نامینه لیدم اکو اون یا جنبش یکی که گهداری اوان درسان نکه و جارکی تیل آدی حربانه چما چه بو الله چما بی حربانه چه بو مثلا بخیره میانه حربا احده بخواید نبی حبا خندقی بجن یکی که بدره نظام به وانه هانه نظام به یا خندق چما چه بو الله عجب دمینه وان کافرات چش مسلمان اخواسته نظام پیشایی چه و چه بیه یا یکی که نظام به پیغمبر بریا بدره چی کردیا کدا چی کدا هاتیه وانا نظام به گهداری نکرده شخواد بجای مسلمان چش بدره خواست وان ظالمی هانه چوکتن پیشه وان انسان شر کرده نه خطوه دو هفته نه جبری هوای دما کون گهداری بکن وان درسی هانه توکی یک لسریکی تمام دبه تادی مالا چت که اون بجن بلوک ام اینکه بجن توله داتینی سر توله اوان درسی که امی بخواینش حیات پیغمبر دا یک دبه درس آیه که تادی زنجیر هنه زنجیر روزانه زنجیر چیه تادی حلبوق زنجیر به هوا گریداینه هر حلبوق کی عادی و تکشین آدنه هات بیا چیت کی آدنه ته بخیر انا کم وانا بخواینن اتبج واره نورمال ورن والله بج راست اویاج نورمال بوکچه به اویاج نورمال بوکچه به دو هفت تمام کن. طبعا الوضع الجديد حصل عندنا في الجزيرة العربية كما نقول أو في بلاد الحجاز 4 مجموعات: مسلمون من جهة مجموعة الإسلام، مشرك مكة من جهة أخرى طرفان محاربان، يهود في المدينة طرف ثالث، وقبائل عربية حول المدينة أو ما بين مكة والمدينة في هذه المنطقة قبائل عربية جديدة أصبح لهم موقف من هذا الأمر. فسنتكلم حول هذه المجموعات، وكل مجموعة لها هدف ولها غاية ولها مطمع ولها تفكير يريد أن يعمل. سنقرأ واحدا إن شاء الله. پشت شرع بدره لهرم عربستان بجن عربستان بكردي كتاغوستان يعني آخا فلان كس تايد به تركستان كردستان باكستان نظام هندستان افستان آنه يعني آخوان آخا فلانجي برد گوتن حجاز عرض حجاز يعني جي منطقة عربية بي منطقة آنه دا پشت شرع بدره 4 حب گروپ چه بون ایدی بون 4 گروپ برای مسلمان و کافر بون پاشه بون 4 کافر مکه جالی که دا گروبا یک مشرک مکه گروبا یک گروبا دو مسلمان المدینه گروبا 3 یهودی هنه ایجا 3-4 حب قبیله یهودیا در دور مدینه بون او جی قوتا کی بون 3 قبیله بون هر قبیله که نزه 1000 حب انسان وانه چکدار یعنی سلاحلی انسان وانه بون پاشه هین که قبیله دنه بون در دور مدینه در دور مکه قبیله عربا کو نه مکینه و نه مسلمان دنیوه دانه قبیله بسر خونه برای عربش تف قبیله بون چه عشیره کردان هنه برای قبیله فلان قبیله و فلان قبیله فلان قبیله پشت شرع بدره
ایدی پیلان هاتن گوهرت پیلان نو درکتن کافر مکه پیلان کوان هه مسلمان پیلان وان یهودی پیلان کدی چه بون و عرب دور مکه جی مدینه جی پیلان کوان درکت یعنی انا بخیر کم درس هاتیوان شراب بخاینن مساله و شر و تشتهانه و نبجن ها والله وانا تهم نورمال و چه بون وانا هف تمام تکن يعني دو یکیتنه شر بدره بنگه يعني زمین جتوار حاضر کرد مکه بو پیلانه کی مسلمان مدینه پیلانه کی یهودی بون رول کوان درکت و قبیله عرب على دور مدینه اوج پیلانه کادی جوانا درکت وانا یک بیک میانه فهم بکن اولا حول مكه طبعا هناك ملاحظه بسيطه وامر حصل بعدما سمع أهل مكة بانهزام المشركين في المعركة هناك حادثة يحصل خادم لعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته أم الفضل نحن نسميه يجلسون بجنب الكعبة أبا لهب كما تعلمون عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في مكة لم يذهب إلى الحرب فيحب أن يسمع الأخبار ماذا حصل ماذا لم يحصل فيأتي أحد من الذين هربوا من المعركة يقول نحن حاربنا أشخاصا غير عاديين أبيض طوال عندهم فرس لم نرهم من قبل فخادم عباس يفرح ويقول إنهم الملائكة دخل الإسلام بينهم ولكن كانوا يخفون إسلامهم فهو حينما يقول هؤلاء كانوا ملائكة يساعدون المسلمين أبا لهب غضب وضربه فحينما ضربه أتت زوجة عباس أم الفضل بخشب عصا وضربته على رأسه كسرت رأسه يعني فهو خلاص لم يتكلم بشيء فأهانته قال سيده هي تقول سيده غير موجود فأنت تستطيع أن تضرب الخادم لو كنت رجلا لضربت عباس لا يستطيع على عباس فهو ذهب إلى بيته مجروحا فانظروا إلى إهانة الله أصابه مرض فأهله خافوا من أن يقتربوا منه هناك مرض العرب كان يقول العدسة والعدسة مثل الطاعون خافوا أن يذهبوا مثل كورونا حصل عندنا مرض معدي يعني لم يقتربوا منه فمات بعد كم يوم فأقاربه لم يقتربوا منه بعد إلا 3 أيام بعدين حفروا حفرة ودفنوه بالخشب إلى الحفرة وألقوا عليه الأحجار وبعد ذلك ألقوا عليه التراب إهانة من الله له لأنه كان يهين النبي فأهانه الله في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله اما بحثا مكه بكن یک مكه ده مسئله که جوارا بيجم چه بو پشتی کو کافر مکه ده راویان هاتون و هلا کشتی و بریندار ابو لهب اون زانه کی ابو لهب آپ پیغمبر بو لی کافر بو نبو مسلمان یکی پیس بوش يعني دناوا تذكي اقرباء پیغمبر ده ان به اخلاق او بو يعني پیس رزيل پیس يعني حتى خدا در حق ده صورتك نشان تبت يد ابي لهب خدي رزيل كر يعني چونكي یو وقت نوا عرب آدم ملت حرمت اقربای خود کرد اویا چوجوانا گو محمد اقربای منه اما از خرابی پیراب کم اوج هر کس زیاتر اوی چو زمان خود پیغمبر درشت کرد تشت خراب زباله چوپه چو داوود برداری مالا پیغمبر ور حاصل عاجز کروی و جناوی ایجا وقتی که خبر ته ابو لهب نچو بو حربه لما کیرو نشتیل بر کعبه دبی جاجما را بجن کی چه بو چوابو ور حاصله کلام یک ته دبی حیره والله مشار کرده یا انسان غریب هات بون بشنوان درش بون سپی بون بقوت بون حسباس یار بون وان به مرا شرط کرد ملائکت يعني خدمتچی عباس لویه فقیر ضعیفی که جکیفات به والله ملائکت ناتنه ملائکت الیکاریا مسلمان کرد خود به ملائکت ابو لهب عاجز به رب لیدخه يعني لیدخه جن عباس لویه او دارکی تینه و دارکی خوشم سرید خه سرید شکینه التاريخ إذا جنة وساكنه كيف يكون ظلام آخر يعني يكجي أول ترى اللي تسري دشكينه ده بيجا بلاكم مازني ونا حاضر لو ما تذكري لي خيك نه مازني معك عباس أسير دس بسلمان هذا ظلام تنا تشيل في خدمة شيء ما تخي في فقيرانه تخي سري دشكي دنج خناك فديت كيدي سري جنكي سري ظلامك بشكينه فديت كبرخد كذا ده كمال تقدير خدا نخوشینه کی جرات شینه نخوشین کیت كذا نخوشين كي كنا عرب هذا نخوشين كخراب يعني ملت جت ترسيا وكا كورونا يا انا تقول نخوشين كي المرات كذا يعني نيزيك يندبون اقرباي زاروك حتى مر عرده كولان نيزيك يجنبون قلتم كي نيزيك بمن نخوشين كذا مجي يعني دارك يا داره دريج انين بداره ويتعمدن حتى خرنج على يعني
وكمر حيوان ميوانات خج عليه وساكنه يعني وساكنه كرن او كبر آويتن كي حتى قبر تجي كرن داوي آخ آويتن سري درسك كشخا مازن تداهي آپ پیغمبر بود حرمت ابرازی خو نگرد تا خرابی لید کرد زمان خودش کرد اهانت اوید کرد صراحة قرآن در ناو یک کافر کیاتی خرابی اوج ابو لهب يعني خرابی فرعون خارج قرآن تف صریحة بنی کتب خاین وقت پیغمبر در ناو کی هاتی خود لعنت لیانی ابو لهب وانی بناف چند حبیدی هن خود ناو وان نگوته یک ناوی گوتی ابو لهب سورت کیسر ناوی سورت مثلا تبت يد ابي لهب وتب لورا پرپیس برارزیته محمد برارزیته يعني تآپوی باوی تنه یتیمه تمشي كاميرا لي خوي دركت انا له فرياخ بيسكر خدای عالمش بشكل رحيسان وبرازيل ورسوا ابيات شو طبعا الوضع الجديد في مكة هذا هو الكبار كلهم قتلوا انظروا الى الوضع الجديد السياسي الكبار ذهبوا ثانيا كثير من الشباب وحتى من الكبار أسرى هذا الأمر الثاني الأمر الثالث القيادة الجديدة القائد هو أبو سفيان وأبو سفيان رجل تاجر لا تنسوا هذه الكلمة أي رجل صاحب أي مبدأ حينما يكون قائدا وحينما يكون رئيسا منهجه وفكره وطبيعته يتحكم في أمور الدولة فهو كان رجل تاجر فبعد ذلك كل ما يصدر منه أو سيصدر يعمل حساب التجارة فيها ربح ولا ما فيها ربح فأصبح الرئيس الجديد أبا سفيان وكذلك أمر آخر حصل في مكة أهل مكة قالوا ممنوع علينا أن نبكي على الموتى لماذا ممنوع؟ حتى لا يفرح المسلمون بذلك لن نبكي خلاص سنجعل الحزن في القلب ولن نبكي على الموتى لا نظهر الحزن حتى لا نفرح أعداءنا قائد جديد وفكر آخر لا نبكي على الموتى وهم يبحثون عن أمر جديد لابد أن يعملوا حتى يعيدوا كرامتهم والذي سيقوم بذلك هو أبو سفيان سنرى ماذا قام به أبو سفيان وضع تازه سيستم تازه المدينة مكة يعني جوي تازه بجن هوا دورمي روشة تازه چية روشة تازه سروك يوم طرفاتن كشتن ببراني أبو لهب وعتبة عفوا يعني أبو جهل وليد عتبة نظام كيو ارشي جوري وانا مازنن يعني هوا سروك وامون وانا تاف هاتن كشتن شون أبيا مكة بي مازن ما مازنه كبر مازن بو تنبو يك مازنه كد مكة دما أبو سفيان زنجينه عقل تجارته أبياش بيروانكن اوج انا حتى كو ابو سفيان بيا مسلمان اگر كو ام خبر دن تشتكي خراب جرا بيجن ام جا ابو سفيان يكون نبي مسلمان ام جا ابو سفيان راد بيجن بيشتك ابو سفيان بو مسلمان خلاص خبردان قضيه دي خدای عالم عفوتك لي حتى بي وقته تشتكي كري ام جارنا بيجن ابو سفيان تاجر بو تجارت ادكر او تاجر کی بو مازنه دولته یکی کو تاجر به مازنه دولته هر تشتي بچاوي پرابه اچ بكم از قازانج بكم اچ بكم پراب که بجبامن فكر أبا يعني شرارية دنياي إنسان كي فكره ويشبه أو إنسان بو مزنكي دخوازه هر تشتوى كايبه يكي سلاح شكدار يعني عسكري كي كوبا مزنه دولته بجا دولته مرسري حتى بني تبع عسكر بن يكي صوفي يكي درويش بمزنه دولته برا بجا هر كس درويش وصوفي بن ورحاصلي كلام يكي بإيمان بمزنه دولته بجا هر كس برا بإيمان به عقل أبا أبو سفيان جي إنسان كي تاجر بو جانا پیدا تشتوک ابو سفیان کرد سرپرا بو اما چاو بکن قازانج بکن کارامت کدای زرارمت کدای اوی تشته ایدی مکه ابو سفیان که مازنج خورا تشتکی دی ملت مکه گوتن گرم نگرین هفته حب کشتی چه بونه امرنه آنفرن گرین چه نابه یا ساخ قدخه گرم نگرین چه ما برا کیفا مسلمانان نی أنا چونکی کرده مواقعینو تکند به گرم نگریم برای کیفا نیاره من نه يعني ساکن نظام سبحان الله قای گرین عیب نه يعني اما شو کردن عیب گو گرین تنه شین تنه حزن تنه گره کس کی گرین اما حزن ما ندینه برای کیفا مسلمان نه تمام سر چعبا اجامه تماشا کن کار روش دنه تازه چد بن چنابن اما وانا بخاینن ان شاء الله. المجموعة الأخرى هم المسلمون عادوا إلى المدينة بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل هناك أمر محزن
أول ما وصل الرسول إلى المدينة رأى بأن المسلمين قد فرغوا من دفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية زوجة عثمان قد ماتت، فحينما يأتي النبي إلى هناك يرى بأن المسلمين قد عادوا من دفن رقية زوجة عثمان رضي الله عنه. فهذا أول حزن تلقاه الرسول، ولكن الحياة تستمر، الحياة تستمر. امی بحث ایجا مدینه بکن گروبات دویا بسلمان مدینه چاوبو پیغمبر جی تشتکی و بحزن چیبو بوی کیف هانه مسلمان هات المدینه ولكن تشتکی حزن هات پیشیوان او حزن جی مرنا قیزا پیغمبر بو علیه الصلاة والسلام. حضرت رقیه قیزا پیغمبر جنا عثمانه، حتى حضرت عثمان نچبو شر بدرج بر خاطره کو قیزاوی یعنی جناویه کو قیزا پیغمبر نخوشه. پیغمبر گفت المال بسنه جم جنا خب سنه خدمت ایب که قیزا پیغمبر جنا پیغمبر جیتنه خدمت قیزا بکار حاصل پیغمبر گشت مدینه تماشا کرد و مسلمان سر قبره هاتن خیره کی مریه ولا رقیه مریه. رقیه قیزا پیغمبر اف حزنانه جبار پیغمبر زیده کرد. پیغمبر بو باف بو دلیویت شوتی قیز بچوکن قیز مریه ور حاصل جنتنه ور حاصل دردو كل وان زيده بون پیغمبر بدا محزون بو يعني ولكن حياة دوامت كتشكي بك زيده يشتنه علي كده جرى قوتنا خدي رحمه خلي كج علي كده جي برينا كرد له خد تشكي زيده بكتنه كچاويش حربه هاتيه كچاوي يكشي فقير وبيغمبر تبكي كچا خوشي حسد كر كبجي مؤدب بون بعاقل بون رقيه يك جوان كچا پیغمبر يكو پر جهاد كمازن كر بظلام اخرى شو حبشستان هجرت شكر يعني شو لويجي قال قيزا پیغمبر شو ديا خو عائله تفيش شو حبشتاني داوي هات وحتى بين خاتيج بلكي ديا خو ندي ديا مرجوات وفات كر حضرت خديجه اب حزنانه راس پیغمبر هات عليه الصلاه والسلام ابيا يك. امر اخر قام به النبي صلى الله عليه وسلم الرسول بعدما اتى الى المدينه كان هناك يهود وكان هناك بعض اهل المدينه غير مسلمين، فالذين كانوا غير مسلمين معظمهم دخلوا في الإسلام عن رضا وعن قناعة، رأوا بأن الإسلام حق فآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومجموعة أخرى دخلوا في الإسلام كراهية من أجل المصلحة والمنفعة، ونحن أو كما سماهم القرآن أهل النفاق. هؤلاء سيكون لهم موقف ومواقف كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل، سنرى ماذا قاموا به في حق الرسول. فكذلك مجموعة دخل في الإسلام تسترا على نفسهم، هذا كذلك أمر جديد في المدينة. تشتكيدن المدينة دا تشيبو بشتك بيغمبرها صلى الله عليه وسلم هناك أهل مدينة نبو مسلمان نبو جاهدي هدي إسلام لوهات بودو صالي إسلامي قد يابو قسمك جوان بو مسلمان إيمانهم خده هات قولا إسلام دين حقا مبو مسلمان براستيو كاميرا جدل خويه باك بو مسلمان. جروبك هادن منافقتي مزانت شيء بكردي يكي منافق هم جربين درو أبيا روي إنسان روكي أبا روكي دنيش هاي يعني هز إيكي جيج بوني منافقتي بون مسلمان يا قوت المسلمان بقوات وايدي قوات وان شيبو بيرو تشتكبن دستي وان أميتش ما ببنى ياري وان أمشخاب وان رب نشن إيرو الدنيا تفدا إنكي إنساني وساكينو هنا كي تسر حكم چنكي لك وان رشتي چنكي لك رشا سبيتن چنكي لك سبيا كي ثربت قلوانن يعني وار حاصله كلام جروبات دوياج افجبون قوتن ام مسلمانن فقط اسلام نكتبوا دليوان ها بزمان يقبول مسلمان ام جوار القرى قران بيجي منافق حتى القران ده سورته كي منافقون جاي وخدت بيجي منافق ده طابقه انجير دنا جهنم ده يعني برياق بيسن منافق جهر كس خرابترن او جهابون اما منافقه جي لظاهرا قوتن ام مسلمانن لي بخير درسياتيه من بخير تشبلا ومصيبات لمدينه تشدبوت بيتشيوان تدابو هل بلا ومصيبات مبا منافقيانه شو تبكيشتنا ظاهرا مسلمان ود بني داشي هر خنجره كل پشتات خن اگاش جروبات دویا مدینه ده بو و منافقانه سر پیغمبر پردشاندن ابیاش بو راستی کادنت مدینه ده مسلمان نو چبون و مسلمان منافق چبون مسلمان له منافقن دنا بيو مسلمان نافق وان منافق ابج جروبات دویا. وكذلك كان هناك في المدينه قبائل يهوديه، وكما تتذكرون قبل أسابيع قلنا بأن الرسول قام بعقد الاتفاق مع أهل المدينة قال نحن كلنا إخوة ونعيش مع بعض وسندافع عن بعضنا. ولكن يهود بني قينقاع كانوا أقرب القبائل إلى المدينة ملتصقين بالمدينة دائما كانوا يعملون المشاكل، ولكن الرسول يتحمل
أخيرا بعدما أتى النبي من غزوة البدر جمعهم، قال أيها اليهود عودوا إلى رشدكم، لا تعملوا هذه المشاكل، خلينا نعيش مع بعض بالأمن والسلام، لا تفعلوا هكذا. دائما يعملون المشاكل، دائما سبا وشتما وإهانة وتشتيتا، بشكل من الأشكال يحب أن يشعلوا الفتنة لا يتحملون. فجمعهم الرسول في سوقهم وتكلم معهم وحذرهم، ولكن كان ردهم هكذا: لا يغرنك يا محمد بأنك قاتلت الكبار والعجائز، لو قاتلتنا لرأيتنا بأننا الناس والرجال. إيه يعني كأنهم يتحدون النبي ويقول يعني إذا تحب أن ترى الرجال فتعال حاربنا، يعني سترى الرجال أهلا وسهلا. فالرسول كان دائما يتحمل وترك الأمر لله حتى نرى ماذا يقضي الله بيننا. سيحصل مشكلة كبيرة، الرسول ولا المسلمون لا يستطيعون التحمل بعد ذلك، وسيبدأ القيامة لهم. إيه فقال الرسول كما نقول على بركة الله سنرى. هذا كذلك مجمع أخرى وحصل بينهم وبين المسلمين، ما سنتكلم عنه في الدروس القادمة إن شاء الله. جروبا دنيا سال مدينة دا إجا يهودي هبون، جروبا سيج يهودي أوان يهوديانه كبون بلا سر پیغمبر هر شيطاني جوان درد كت، هر فتنة كرن قبول ندكرن پیغمبر نجوانه، دقو گره حق مالو، دقو إنسان محترم أمن پیغمبر گرج ما يعني هر بلا و مصيبات، هر فتنات كرن، دروات كرن، پروبلمات كرن، هر درست كرن و درست كرن. مثلا يكش پروبلمي وان چه بون؟ مسلمان کو يعني وان کو بونه مسلمان کو دیندار وان بونه دقو قصورا مزنك ولم پره تنادن ته چما پره منادي من دقو وقتی کو ام دیندار ته بون تل سر دین بابو کال خوبوی تا دین خو گهرت ارم دین گوهر چه علاقه وجه نا دین چو پرج چو پره ندم. مسلمان قومي هفد بون او بلا و مصیبتك ایوانا چوا گیشتنه هف چوا نبونه یک مثلا پروبلمکی چه کرن یک جوان تماشات کرو کیوای ملت مدینه به هفرانه اوس و خزرت هدی بسمامه هفم تیبیرا مگون نیاری هبون دنیرا وانا و به هفرا سکناندین او شر ناکن اوات قحرت عاجز بیاد بوانا چوا شر ناکن وانا بره نیاری هبون چوا بونه هواله هف خدمتکار کی خورد بیجا جارا فتنه کی تی خنا بره امرا به هف کبن ولا خدمتکار یوچه جمان رودنه یک جوردا حتی مثلا روجا وانا شر مازن كتابي را ما روجا بعاص شر بعاص بنابي بعاصه تدا پر مازن واناتن کشتن حتی مسئله ودکه وی مسئله ودکه یک جوردا بابت چمیر بود بابت چقامیر بود بابت چ قهرمان بود بابت چ قهرمان بود ولا حتی عاقل وان سر وان چه او ده باب من او ده باب من بهفت كفن وارحاصل او دبيك تميري كرامك او دبيك تظلامي كرامك او دبيك هذا مركز اللي يخبرن ام هرن حيفا باب يخبصتين حاضر تكون هرن شر بكن ها تسي صلاة ساكنين اشارتنا وارحاصل كلام يدي خشبير باتكم كبونا مسلمان جبير باتكم تليا يهودية ده هي ولا خبرتان شواش بيخنبرة عليه الصلاة والسلام ودنيرا مسألة خرابية بهفكتنا الله بيخنبر صحابات چه پیشوان دستکناندن و چند کلمه مشهور بجاش ولا بيجم يعني پیغمبر به یا معشر المسلمين الله ما نقوله قاله الرسول حينما حصل فتنة بين الأوس والخزرج بتدخل من اليهود أشعلوا الفتنة بينهم ما يقول الرسول في حقهم حتى يسكت الصحابة ويطفئ هذا النار. پیغمبر وهذا بجا صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين الله قالوا بسلماناش خدا برا بيرا ودبش خدا بترسن أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم قالوا مسلمانا وان دعوة جاهلية بري إسلامي وي دفتر آنه ودكن مسألة كافر بونه مسألة بري إسلامي وي دعوة آنه تين دفتر بابو قلا بدكن كلمة وأنا بين أظهركم قوتنا كبر مشهورة پیغمبر پر اجارة في كلمة دقو از هجا ساخ از هجا نمرمه زمان در باس نبيه و چواش بیر واکر از هیچ ساق منابر آوه دامه و خوش بیر واکر کو بی فتنانه چه بیه کو خدمش ورا شاندیه و انا بین اظهرکم یا پیغمبر جوان را دجمره بعد اذ هداكم الله الى الاسلام واكرمكم به وقطع عنكم امر الجاهليه واستنقذكم به من الكفر والف بين قلوبكم ترجعون الى ما كنتم عليه كفارا دبي قالوا بسلمانا خدا و هدايت كر يك بإسلام خدا و كر مسلمان أبيا عول
خدا احسان لوکر قنجی لوکر بود دو خدا درد و کل و پروبلم جاهلیت جناب ورا کر بو سه خدا وج آگره جهنم خلاص کر بو چار برو وانش بیر وانه کن خدا دل وکریه یک مچا بهفت کبن پشتک پیغمبر و هاجوانت بجه شوان تسروان فعرف القوم انها نزعغه من الشيطان وكيد من عدوهم دبي مسلمان فهم كر والله يا شيطاني كيبو هبيا شيطاني كيبو في يهوديانه في بروبلمانه جوانا تشكرو وانبري هفدا بهفكتن فالقوا السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعضا سلحي خوافيتن قريان دستي خوافيتن وستيهف وهف كرديد بجن حماس كرن قسم بردهف يعني افانا يهوديا وان تشتات كرها نتسكنين وامي درس قادني بجن كو بروبلم قادني تشكن او فتنه هانه تشبو چوال تشدو هفت يعني يهودياش پیغمبر اگو بخير تيميرا بديني يعني خير تيميرا بديني وك ام چه ظلام بن افياجي جروبا سياكو يهوديه مدينه بون بعدما قلنا اهل مكه طائفه المسلمون طائفه اخرى اليهود طائفه ثلاثه وهناك مجموعه طائفه اخرى كذلك حصل على الظاهر عفوا على الساحه العربيه القبائل العربيه الموجوده بجنب المدينه هؤلاء نظروا إلى المسلمون قوة جديدة ظهرت على الساحة خافوا على مصالحهم ومنافعهم فكذلك هم حسب رأيهم كما هناك كلمة سياسية يقول قبل أن يكبر الحية اضرب على رأسها أو دوس على رأسها حتى لا تكبر الحية تعبير كلمة موجودة يعني حتى لا يكبر اقضي عليها وهي في مهدها فقالوا أحسن ما يتقول محمد سنهاجم عليه ونقضي عليهم المشركون في مكة قد فشلوا نحن سنهاجم فكان هناك بعض القبائل حضروا حتى يهجموا على المسلمين فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الخبر فكان يهاجم عليهم فحصل هناك غزوات شارك بها الرسول فهؤلاء المجموعات الجديدة على الساحة العربية القبائل التي حول المدينة سمعوا بقوة المسلمين فأرادوا أن يقضوا عليهم حتى لا يفسدوا عليهم قالوا المسلمون إذا أصبحوا أقوياء سيفسدوا علينا الأمور الكثير جروبا شاركوا دركت للساحات ميدان عربي دان بيجن جزيرة عربا دا قبيلة عربا أبي در دور مدينة ونزيك مكة أو قبيلة دركت قبيلة هبون فقط سيستم اكي بري هبو سيستم چبو مكه هبو مشرك لوي هبو هر کس خود شو حاجه اخذ كر عمره اخذ كر تجارت اخذ كر هات المال اخذ السلام عليكم وعليكم السلام تشكي تنبو نهرت نوا تشكي نو دركت جروبا قادن المدينه دركت دولتها كانوا چبو او دولتها هانيجي بمكيرا شاركرو ومكي خص خارجي يعني لقوا دولتها كانوا درتي اب دولتي بلا سر ما حتى انا مكه هبون قريشي هبون اجي انا واناش دركتن جبون منفعت خود ترسيان اواجي بلانا تشكر جو بسلام بريكو تديب كرديه خوان بجن بريكو مع مازن بسري مع البحث قنا بيسري كبر مع بمرتش كم مازن نبه اوانا جيب سلمان وكا مع ديتن والله وانا مع چنديك مازن نبي سري اواكينو بكن هيجا بچو كامي بقدينن وانا ايش خا قلت والله مسلمان بلا سري من كم روكي بري روكي حاضر بكن قريشي بسر نكتن بلكي امسر بكبن اوانا جسي حبشرك پیغمبر كتي عليه الصلاه والسلام ابجي درجه مساله ابو وان قبيله عربه ابي كجبون مرفعات اخو ترسيان جو مسلمان بونا بلا سريمه ابن بلا سريمه ام چبكن ام محمد سكناندن دسي حبشرجي پیغمبر خبر دهات عليه الصلاه والسلام دغو قبيله كل فلان جي واخ حاضر كي 500 حب حزار حب خوازن ورن شر بكن قبيله كدي وال فلان جي خوازه وره ام نابون هفته اتي دا بيجن پیغمبر دغو صحابين يالم هرن بريك ورن ام سروان دهرن يعني پیغمبر صحابي ليش سروان دكر ور حاصل درابي انت ترسيان دغو واي هاتن اوازن نذكر پیغمبر زو خبر هره و اوقاصا زوره پیغمبر عليه الصلاه والسلام پیغمبر بو ل عقلي ويجي قال لك ما ظنبو عقلي پیغمبريه بو دزانبو دغو صبركم حتى كورن زحمته بريك ور ازهرم سروان دا زانبو كوانات بيجن بريك مسلمان ما ظن بن ام بيسري وان بكن پیغمبر دغو بريك ما ظن از بيسري وبكن او تشوف انا خد درابي هر كس بيجي كده تشوف خلاص حتى جانا پیغمبر چو 20 رول وان دراسك 20 رو مهكي سك نقول هر كز ان رزوات مبرا ترس كدل هر كس يعني چوا ايرو دنك دولت به ازوال برا مير هنا براورن پیغمبر جي عليه الصلاه والسلام گو ازوال برا كامير هنا براورن
بيلان وعاقله يعني تشتك پیغمبر كر عليه الصلاة والسلام تاب درس بون تاب حكمت بون تاب زانبون بون تاب بيلان وبروجه بون يعني تشتك يوا هما چوا چيبو ساكنو تنبو ربي عالمي درس مازن اي حياة پیغمبر بك نسيب ما امش حياة پیغمبر خود درس بقرن ان شاء الله. هذا ما حصل على الساحة العربية كما نقول او الساحة الجزيرة العرب بعدما انتهى المسلمون من معركة بدر. قلنا مجموعات 4: أهل مكة، أهل المدينة، اليهود، وقبائل العربية المستقلة، فخافوا على مستقبلهم من المسلمين فأرادوا أن يهاجموا على المسلمين فكان رسول يهاجم عليهم. نرجو الله عز وجل أن يرزقنا الفهم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأن يرزقنا شفاعته في الآخرة. خدا عز وجل فهم حياة پیغمبر كنسيب ما جيانا كل غورا سنة پیغمبر كنسيب ما إن شاء الله ما شفاعة پیغمبر محروم نكه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.